خير يا حاج خير. خير يا ريس وهبي. تعرف يا ريس ان الحج دلوقتي في اجازه عشان موضوع جوازته دي. الف مبروك يا ابو الحج. الله يبارك لك. انا دلوقتي اللي ماسك الشغل. كلكم فيكم بركه. الله يخليك. الفلوس هتندفع مقدم. الشغل معاكم من غير فلوس؟ لا بفلوس، وكد اللي كان بيندفع مرة ونص كمان. ربنا يزيدك. الأوامر هتتاخد مني أنا وبس، مفهوم؟ ما دام الحاج قال كده خلاص. مالكش دعوة بالحاج، أنا دلوقتي اللي هتكلم معاك. أيوه بس مش هي دي أوامره؟ الأوامر هتتاخد مني أنا وما تتحددش معايا كتير. والله لو الحاج بعت وقال اسمعوا كلام الحاج خيري ماشي. يعني إيه؟ مش عاجبك أنا ولا إيه؟ لا أنت تعجب الباشا، بس الحاج هو اللي مشغلنا. وأنا أقول لك أنا اللي مشغلك. هتسمع الكلام ولا لا؟ اللي عندي قلته. طيب اسمع اللي عندك. الشغل مالكمش صالح بيه، ومن بكره هشيع اجيب عمال من برا البلد، واللي هشوفه عندي في الشغل منكم انا هقطع رجله. ايه رايك؟ اللي عاوز تعمله اعمله، احنا كلامنا مع اللي مشغلنا. شرفت يا سيدي. ازيك يا ست البنات؟ ازيك انت يا سيد؟ عامل ايه؟ عامل لك احلى عشاء. شبعانه يا سيد. كل البلد فاكرين انك متي، هو كل اللي يغمض عينه يبقى مات؟ عارف ليه يا سيد؟ انت الوحيد اللي شايف اني عايشه. ليه؟ عشان هتحبني. اللي يحب حد من قلبه عمر ما حبيبه يموت. ولا ليه غيرك؟ يبقى تموتك ايه؟ طول ما انا عايش يبقى انت عايشه، واول ما اموت برضه هنبقوا سوا. بعد الشر عليك يا سيد. ايوه مين؟ أنا رمضان يا عم سيد. خير يا ولدي؟ عربيتي جنبها اليمين اتطبق وعاوزك تشوفها. دقيقة يا ولدي اشوف عمتك توحيد عايزة حاجة ولا اجي معاك؟ توحيد مين؟ توحيد. توحيد ايه اللي مشاكي؟ توحيد سلامتك يا عم سيد. حبكت تيجي دلوقتي، انا جاي وراك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. كنت قلت لي كنت فرحت لك. لو كنت اعرف كنت قلت لك. ها؟ امال مين اللي يعرف يا ولد ابوي؟ ده انت تلقاك كنت مستعجل. مستعجل على ايه؟ على الفرحة يا محمد. يمكن كنت استنيت بس يومين وعديت ال40 بتاع اختك. عموما مش مشكلة. والله ما هتصدقني لو قلت لك ان ما كانش في نيتي جواز ولا اي حاجه. يا راجل ما البت عجباك من زمان، هي بس رفضت في الاول نوع من انواع التمنع يعني. تمنع؟ يمكن. احمد هي اللي تحب واحد تبعد عنه؟ والله في حدود الدلال والجلع اظن ينفع. وحدود الدلال والجلع دي قد ايه يعني؟ الدلال ملهوش حدود وانت سيد العارفين. سيد العارفين ليه؟ خبر ايه يا محمد؟ انت اول مرة تتجوز ولا ايه؟ دي الخامسة. الدور ده غير اي دور يا احمد. البت صغيرة
وانا برضو مش فاهم دماغها قوي. كل ليلة هتفهمها أكتر لحد ما تزهق. اصل انا لسه إيه؟ لسه ما فهمتهاش. مش مهم تفهمها خالص. أنت هتحبها بعقلك ولا بقلبك؟ لو بعقلك يبقى عمرك ما هتستريح. يظهر ما فيش راحة عن قرب او بعد. ما تبقاش شكاك يا محمد. البنت صغيرة والظاهر انها اتورطت. تورطت كيف؟ ما كانت من الأول بتيجي تسأل عليك. يعني كان شايفاني راجل كبير عنده بنت صغيرة عايزة ترضع. افرح يا محمد شوية، افرح، حرام عليك. افرح؟ الفرحة في بيتي ومش حاسسها. اشكر أبو ذكري، عمل زي إبليس، جه يخربها عمرها. ربك تصاريفه عجيبة، ممكن يبعت لك الخير عن طريق عدوك ويجي لك الشر على ايدين حبيبك. محدش فاهم حاجة. مرت عم، كلي أي حاجة. من فين تيجي النفس يا بنتي؟ يا مرت عم، انت ما اكلتيش حاجة خالص. أكلت كتير قبل كده، كفاية. طب قولي لنفسك في ايه وانا اعملهولك. ولا حاجة. طب اضربيني، زعقي فيا زي زمان، اشتميني، طيري ورا العيال، اضربيهم اللي انت عاوزاه. ليه يا بنتي؟ خليني كده ساكتة أحسن. ايه اللي وجعك يا مرت عم؟ لو عارف حقول. اللي وجعني مش جسمي، اللي وجعني حاجة ما تتوصفش. حاجة ايه اسم الله عليكي؟ راسك، قلبك، بطنك؟ حاجة يا بنتي ما تتوصفش، زي ما تكون روحي وجعاني. مهران، يا مهران، ودي يا مهران. انت واقفة عندك تعملي ايه؟ ولا حاجة، عنادي على مهران. طب رد الشباك، عيب. ايه هو اللي عيب؟ فتح الشبابيك عيب، ولا صغيرة ما تعرفيش؟ لا كبيرة وعارفة، والشباك اها، ما تزعلش. ما يصحش حد يشوفك. حاضر. انت دلوقتي مش فرحة بنت زينب، انت مرت محمد ابو دياب. وليا الشرف، اعمل لك الغدا؟ لا مش عاوز، بس ما تطلعيش برا الباب باللبس ده. حاضر. وما تفتحيش الباب لحد. حد زي مين؟ اي حد، قولي حاضر وخلاص. حاضر. نعم 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 يا عم الحاج. فين ابو ذكري؟ نزل كيف؟ ومين اللي نزله؟ ولدك حماد. حماد؟ ايوه، نزله بالعافيه. محمد خير، روح انت. حاضر. مناع، حد يجي الفرحة أو هي طلعت راحت حتة؟ لا يا عم الحاج، هتروح فين؟ يعني تكون طلعت مع مهران؟ لا 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 يا ابوي خالص. روح انت،
والله ده شيء يشرفني يا ولدي، لكن ابوك لازم يجي. ايه؟ يعني انا مش مالي عينك يا عم ابو ذكري؟ انت تملى عين الباشا، ده كفايه حركتك معايا، ده لولاك كان زماني متعلق. بس دي الاصول يا ولدي وانا مش قليل. ما تكترش في الحديد، عاوز تجرى معايا فتح الجنينه ماشي، مش عاوز خلاص. اجراها يا ولدي، بس ابوك لو عرف انك جيت من غيره يزعل. يا عم ابو ذكري، ابويا اللي هيتجوز ولا انا؟ لا هو اتجوز خلاص، ويمكن يتجوز تاني، ما هو سره باتع. هتجرى ولا مش هتجرى؟ نجروا يا ولدي نجروا. انا طالع ال40، لو عوزتي حاجه خبطي على الباب منع يجيلك. تعيش وتفتكر يا حاج. يا من يعيش. ربنا يديك الصحه. يا رب. البقية في حياتك. البقية في حياتك يا حاج. البقية في حياتك يا حاج، والف مبروك على الجواز. البقاء لله. تعيش وتفتكر يا حاج، الف مبروك على الجواز. عظم الله اجرك يا عريس. المسمار لسه مدقوق في مطرحه. والله انت ظالمني، وبعدين انت في حالة حلوة، مفروض تسامح كل الناس. عامل ايه يا حاج سيد؟ زي الفل يا حاج، والله توحيد ما سابتني ليله في ال40 ليله اللي فاتوا. راجل الدب يا ولدان. ابو ذكرك في الخشمه. ده مؤاخذة يا عريس. عريس؟ هيكلم مين دي؟ انت ما تعرفش اخو المرحوم اتجوز. وماله؟ الف مبروك يا حاج، الونس حلو. والله انا لولا زعل توحيد كنت اتجوزت. الراجل صواميله فوتت. ابو ذكري، ساعات احس ان اللي بين ضلوعك فردة جزمه مش قلب. ولدك جالي امبارح وقرينا الفاتحه. ولدي مين؟ حماد، بس قريناها بشكل مؤقت، وقلت له الفتحة الكبيرة لما أبوك يجي. لما أبوه يجي يبقى عمرك ما هتقراها. مش هو عمل راجل وجالك وانت عملت راجل وقريت؟ اتفقوا مع بعض. والله حاجة كامل انا ما عارف، عندها ضعف في جسمها كله، حتى الحجنة مش عايز تمشي في الوريد، والضغط طالع نازل بشكل غريب. وده من ايه يا دكتور؟ وفي حد زعلها؟ هو كل ده من الزعل؟ واضح انها في حالة حزن شديد، وعموما دي مجموعة فيتامينات، وحاولوا تفرفشوها وتبعدوها عن اي زعل، وتشغلوا لها التلفزيون وتتكلموا معاها، ان شاء الله خير. ويظهر ادوية الاعصاب مع الحزن عمل لها دروب في الدورة الدموية، وانا هتابعها باستمرار باذن الله. ان شاء الله. متشكرين يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شاهي يا مناع. حاضر يا عم الحاج. مرحبا يا عريس. اصطبحي يا كاملة. هو العريس بيبقى شايل الهم كده؟ ليه؟ مش باين يعني عليك لا فرحة ولا حاجة. هو اللي يشوفكم يعرف الفرح. عموما مبروك. أنا بس حبيت أقول لك كلمة واحدة. أنت برضك كنت جوزي وأبو عيالي يا محمد، ولما اتجوزتني سواء أنا أو لميعة أو مندة كنت أول بختنا وآخره برضك. معرفناش راجل غيرك ولا هنعرفه. الدور ده خلي بالك الفرق كبير، واللي معاك مش مغمضة. الوجعة الدور ده ممكن تستحملها وممكن ما تستحملهاش. والبت العشاقة محدش يقدر عليها، والسن يميل للسن،
وعيالك صغيرين من سنها. مبروك يا حاج.